يعني احنا نطالب ان الماتشات ما تبقاش في يوم واحد وتتقسم على كذا يوم، يخلوا الماتشات بقى مش في يوم واحد ولكن في ساعة واحدة. مرحبتين اعزائي السعوديين واهلا بكم اعزائي المصريين على قناة صايع كورة. معاكم عبد الرحمن بكر في تاني حلقة من حلقات برنامج شوط يا طويل العمر. طويل العمر يطول عمره ويزعزع عصره وينصره على مين يا عديل. هاي عندنا بقى الحلقة دي شوية ماتشات، بس ايه لوز اللوز يا معلم. تنويه صغير كده بس يا عزيزي المشاهد عشان تبقى عارف، الجولة الثالثة في دوري روشن السعودي اتلعبت على يومين بس يا مؤمن، يعني 9 ماتشات في يومين. اول يوم اللي هو يوم الخميس اتلعب 5 ماتشات، وتاني يوم اللي هو يوم الجمعة اتلعب 4 ماتشات. واول مباراة معانا هي مباراة اتحاد جدة مع الرياض. دفاع الرياض اتكشف اول لما لعبوا فرقة قوية زي الاتحاد السعودي، ولما لعبوا فرقة عناصرها الهجومية مرعبة. نادي الرياض لو انت بتعرفش في اول ماتشين ليه جمع 4 نقط بتعادل وفوز. كسب الوحدة اللي بيحتل المركز السادس بهدف مقابل لا شيء، وتعادل مع ضمك بهدفين مقابل هدفين، وضمك دلوقتي في المركز ال13. اول ربع ساعة في المباراة الاتحاد السعودي كان بيلعب كويس، الرياض كان بيلعب كويس، كانت ربع ساعة تقريبا رايحة جاية هجمة هنا وهجمة هناك، والابرز في الموضوع ان كريم بنزيما كان عمال يضيع لحد بقى الهدف الرائع من كريم بنزيما في الدقيقة 17. تحول رائع من اتحاد جدة من الحالة الدفاعية للحالة الهجومية، 1-2 ما بين كريم بنزيما وحمد الله، بيروح لحد منطقة الجزاء، الكرة بتوصل لرومارينيو اللي بيريحها بباك باس رايق قوي لكريم بنزيما عشان تعلن الكرة تسجيل الحكومة لاول هدف له في دوري روشن السعودي. خش لي بقى على حمد الله وجمال حمد الله. ركلة جزاء الدقيقة 22 وبيتكلم حمد الله مع كابتن الفريق كريم بنزيما، وتقريبا كده يعني بيقول له ايه، ها هتخش انت؟ طب يلا يا عم خش وشوط ووديها وخليها على الله. والراجل فعلا راح، وبدل ما يسجل هدف من ضربة الجزاء بيسجل هدف ضربة جزاء، وكمان بيسجل الهدف الثاني في الدقيقة 55 بطريقة مرعبة. الهدف الثالث لاتحاد جدة السعودي والثاني لعبد الرزاق حمد الله، باكورد دبل كيك رائع من عبد الرزاق وحمد الله، جميل 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 مع اتحاد جدة. نقطة كده بس عايز اتكلم عليها، وهي الروح الرياضية ما بين لاعبي فريق اتحاد جدة، وبالاخص يعني بيني وبينك كده كريم بنزيما وعبد الرزاق حمد الله. حمد الله وقت ما جه كريم بنزيما احرجته الاداره بشكل عام يعني، وكمان كان حصل لقاء صحفي كده، والصحفي كان بيتكلم مع حمد الله بيقول له انت ايه رايك في مجيء كريم بنزيما؟ الراجل بكل هدوء رد وقال ان المنافسه موجوده وكريم بنزيما لعيب كبير، وان الراجل برضه يقدر ينافس. حمد الله لاعب راسي، حمد الله لاعب عاقل، حمد الله لعيب كبير جدا بيساعد كريم بنزيما جوه الملعب، زائد كمان ان عبد الرزاق بيسجل في كل مباراه هدف. الاتحاد شوط اول بيعمل كل حاجه في الكوره، وشوط تاني لحد الدقيقه 89 بيضيع في فرص بس. بتيجي بقى في الدقيقه 89 ضربه جزاء لصالح نادي الرياض وبيضيعها صالح العباس. نسيبنا بقى من صالح العباس ونخش على صالح آل جمعان العمري. ركز قوي في الاسم ده عشان الاسم ده سجل هدفين في 3 مباريات وهو لاعب بديل. بما اننا بنتكلم هنا في برنامج شوط يا طويل العمر على الدوري السعودي بشكل عام، اكيد مش هنخصص كلامنا على بس اللعيبه الاوروبيه، او بمعنى صح يعني اللعيبه اللي عملت ضجه وشو بالنسبه لدوري روشن. صالح لعيب كبير، صالح لعيب صال وجال في الدوري السعودي، لعب في اكتر من 6-7 فرق بالنسبه للدوري السعودي، والراجل ارقامه رائعه بالنسبه لاخر 3 مباريات ليه، او بمعنى صح يعني اول 3 مباريات للفريق في الدوري. واكيد الراجل لو ما كانش مستواه رائع مع ابها في الموسم اللي فات اللي هو اخر فريق كان بيلعب معاه، مستحيل اتحاد جده كان يجازف ويجيب لعيب محلي يدخله وسط القايمه المرعبه دي. الجول جه من عرضيه رائعه من كريم بنزيما، وهدف هادي خالص من صالح، وكده يا باشا 3 كلين شيت، 3 مباريات العلامه الكامله، ونونو سانتو 10 من 10. ومن مباراه اتحاد جده نروح على الاهلي السعودي اللي خابت منه على الاخر في 3 مباراه ليه في دوري روشن. بصراحه كده الاخدود عملوا مباراه رائعه جدا ومباراه قويه، بس بيني وبينك برضو كانوا محظوظين شويه، محظوظين لان الاهلي السعودي في المباراه دي كان نايم طول الماتش. يا راجل 14 تسديده للاهلي، منهم واحده بس اون تارجت، 3 ركنيات للاهلي في الماتش كله و2 بس للاخدود. طب خد بقى الاحصائيه الغريبه دي، ولا انقاذ او تصدي لحارس مرمى الاخدود باولو فيتور، يعني الاهلي من الاخر ما عملش حاجه خالص عشان الحارس بتاع الاخدود يتصدى ليها. يا دوبك بس كده جابوا جول، ربك بيسترها على الاهلي، وعرضيه محترمه من رياض محرز بلمسه صغيره من راسيه روبرتو فيرمينو بتوصل لكيسيه اللي بينقذ الاهلي السعودي في الدقيقه 96. ومن الفريق الثاني اللي برضه بيحقق العلامه الكامله في 3 مباريات ليه، نروح لثالث مباراه وهي مباراه الاتفاق مع الخليج. فيتينيو بيسجل المباراه الثانيه على التوالي مع الاتفاق، والاهم بقى يا باشا من كل ده ان ابننا محمد شريف بيصنع اول هدف ليه بالنسبه للدوري السعودي، والهدف اللي بيتسبب لاول نقطه لفريق الخليج في دوري السنه دي. اكيد طبعا انت مش محتاج
افكرك ان دي اول مشاركه لمحمد شريف مع نادي الخليج السعودي. بالنسبه للي سجل الهدف مع الخليج هو فابينيو مارتينيز. وبنروح بقى لمباراتنا الرابعه، الهلال مع الرائد، والتعليق للمحترم المصري بلال علام. طبعا انا ذكرت محمد شريف وذكرت بلال علام، واي حد مصري واي حد عربي صدقوني والله بيتالق بره لازم نذكره مهما كان انتمائه ومهما كان هو بيشجع مين او بينتمي لايه. اول مباراه لياسين بونو والكسندر متروفيتش، واوعى تنسى ان نيمار جاي في الطريق. بصراحه كده عايز اتكلم معاك بغض النظر عن السكريبت عن نقطه مهمه قوي ومضايقاني وكلمتك فيها في الحلقه اللي فاتت. زعلان جدا على عبد الله المعيوف اللي مكانه بيروح في لحظه واحده بس هي اللي ضيعت مكانه وجود ياسين بونو الحارس الاساسي لمنتخب المغرب، الحارس السابق لنادي اشبيليه، الراجل اللي خد دوري مع اتلتي وخد كمان 2 دوري اوروبي مع نادي اشبيليه. الراجل ده يا جماعه جامد جامد جامد، حارس مرمى المنتخب المغربي في كاس العالم اللي فات اللي وصلوا لمركز رابع في كاس العالم، كانت حاجه في منتهى الروعه. ولكن برضو عايز افكرك مين هو عبد الله المعيوف. عبد الله المعيوف يا جماعه هو حارس المرمى الاساسي للمنتخب السعودي. عبد الله المعيوف هو حارس مرمى نادي الهلال السعودي، النادي اللي بيتاهل لدوري ابطال اسيا، النادي اللي بياخد دوري ابطال اسيا بكل سلاسه، الحارس اللي ياما عمل كتير سواء كان مع الهلال او مع منتخب السعوديه. بغض النظر ان صفقه ياسين بونو صفقه رائعه بالنسبه للفريق وحارس مرمى قوي جدا، ولكن اعتقد ان هي كانت ظالمه شويه بالنسبه للمعيوف. خلينا بقى نخش على احداث المباراه اللي بصراحه كده فاجئتني في اول 40 دقيقه. 40 دقيقه عشان نكون منصفين كانت رايحه جايه ما بين الهلال السعودي وامير سعيود لوحده. يا جماعه امير سعيود بعد الشوط الاول كان ممكن يخرج من المله عادي جدا، بيكافح لوحده وبيروح لحد ال6 ياردز وفي الاخر بلح. صفقه روبن نيفيز اللي بالنسبه لي هي اكتر صفقه محترمه بالنسبه للفريق. اكيد باقي الصفقات جامده قوي وما نقدرش نختلف على كده، بس دي فعلا صفقه محترمه جدا واثبتت ان هي صفقه رائعه فنيا قبل اعلاميا. اسيست من نيفيز وهدف اول للجلاد الصربي الكسندر متروفيتش اللي كده كده هيتالق مع الهلال. وعلى راي كابتن بلال المترو وصل يا جدعان. نبدا بقى الشوط الثاني ويحيى سنبل بيستلم الرايه من امير سعيود ويروح هو لوحده قدام فريق الهلال، ولكن ياسين بونو بقى بيظهر ظهور الاسود وبيتالق وقافلها ضبه ومفتاح. بصراحه كده مع سنبل وامير سعيود كان عندك الحارس اندريا موريرا، الراجل شال كتير قوي، وتخيل تخسر ب4 اهداف مقابل لا شيء ويكون الحارس بتاعك هو من افضل اللعيبه، ده لو ما كانش افضلهم. وضرب الجزاء في الدقيقه 53 من ياسر باشا الشهراني، ويدخل حبيب الملايين سالم الدوسري ويحطها في النص سالم ويجيب بدل الهدف هدفين، ولكن الهدف الثاني في الدقيقه 69. يا راجل الدقيقه 69 دي غريبه، انا لازم اظهرها لك دلوقتي. مالكم بيرقص لعيبه الرائد كلها، انا نفسي وانا قاعد اترقصت، يتعمل معاه فاول جوه منطقه الجزاء والحكم يشاور انها ضربه جزاء، ولكن سالم ما بيسميش عليها وبيحط الهدف الثالث. وقبل ما اكمل لك بقيه احداث المباراه عايز اقول لك ان سكواد الهلال السعودي من اقوى السكوادات اللي موجوده في الدوري السعودي، اكيد برضو مع او مناصفه يعني مع اتحاد جده السعودي. بيجي يا باشا عمر جونزاليس في الدقيقه 76 ويلبس ميلانكوفيتش سافيتش كارت احمر، وتحس كده ان سافيتش قلب على عشري بتاع فيلم ابراهيم الابيض. يقوم الحكم مدي انذار لعمر جونزاليس وينسى اصلا انه كان عنده انذار، يقوم عمر هو كمان مطرود، عشان نختم الماتش بهدف عبد الله الحمدان في الدقيقه 89. ومباراتنا الخامسه هي مباراه الطائي والوحده واللي خلصت ب3 اهداف لصالح نادي الوحده. وزي ما اتفقنا المباريات اللي ملهاش علاقه بالخمس فرق اللي متسلط عليهم الاضواء بالنسبه للدوري السعودي زائد طبعا نادي الخليج عشان ابننا محمد شريف يبقى مش هنتكلم عليها، يا دوبك بس هقول لكم على نتيجه كده. وبنروح بقى ليوم الجمعه وعندك فيه 4 ماتشات اهمهم اكيد ماتش النصر. التعاون بيفوز على ابها 1-0 بهدف كاسترو في الدقيقه 85، والشباب بيتعادل مع ضمك 1-1، سجل لضمك البديل جورج نكودو وسجل للشباب البديل برضه فهد المولد. اما بالنسبه لمباراه الفيحاء والحزم فخلصت بنتيجه التعادل السلبي بدون اهداف. وندخل بقى على المباراه اللي فيها اكبر نتيجه في الدوري السعودي لحد دلوقتي، مباراه النصر مع الفتح، واللي خلصت يا باشا ب5 اهداف مقابل لا شيء لصالح النصر السعودي. وده طبعا اول فوز بالنسبه للعالمي في الدوري، فوز اتاخر قوي بيني وبينك ولكن مستحيل كان يتاخر اكتر من كده. خليني اقول لك ان فريق الفتح ما جاش المباراه اصلا، وان النصر السعودي لعيبته كانت مغلوله وما صدقت تلاقي حد تطلع جلها فيه، ويا عيني كل الغل ده لبس في فريق الفتح. 26 دقيقه هجوم وضغط عالي فتاك، حسيت ان النصر السعودي هيضغطوا علينا واحنا بنتفرج في الماتش. 26 دقيقه هجوم مش طبيعي، بيخلصوا بباس رهيب رائع بالنسبه لبروزوفيتش اللي بيلمسوا لمسه صغيره قوي بالكعب من رونالدو عشان توصل لساديو ماني بكل هدوء وحنيه
ويحطها ويعلن تقدم النصر العالمي بالهدف الاول. بيجي رونالدو بعدها بيضيع كميه اهداف اقل عدد ممكن اكلمك فيه هو 4 اهداف، فرص باليمين، فرص بالشمال، فرص بالراس، فرص بكل حته ممكن تتخيلها. عشان يجي بقى يا باشا حلال العقد. لو تفتكر في الحلقه اللي فاتت قلت لك على لاعب هو ساهم تقريبا يعني في 1,000,000,000% بالنسبه لاهداف كريستيانو رونالدو، وقلت لك نصا كده هو الراعي الرسمي لتسجيل كريستيانو رونالدو للاهداف، وتقريبا بنسبه 80% بالنسبه للبطوله العربيه او كاس العرب. عرفت بقى مين هو؟ ايوه يا عمي، هو ده سلطان باشا الغنام. سلطان هفضل اقول واعيد وازيد كل مره ان الظهير ده مش ظهير في السعوديه، ده ظهير اوروبي، ظهير رائع بيعمل كل حاجه، سواء كان بقى في مركز الظهير، سواء كان في التقدم للجناح وبيخش كمان لناحيه منطقه الجزاء. الراجل ده يا جماعه رائع رائع رائع، عرضيه روعه الروعه، وراسيه اروع واروع من كريستيانو رونالدو العالمي. وصدقوني يا جماعه عالمي بيلعب في فريق اسمه العالمي. وكده رسميا يا باشا بتبدا الحفله والفتح، الله يرحمهم. بروزوفيتش تاني تمريره مفتاحيه ما نقدرش نهدر حقه يا جماعه في خط الوسط، لعيب رائع وصفقه قويه جدا بالنسبه للنصر السعودي. تمريره مفتاحيه من بروزوفيتش بيلمسها عبد الرحمن غريب عشان تيجي بسيطه وسهله ومتقشره لكريستيانو رونالدو عشان يحط بيها الثالث اللي بيوجع ويؤلم، ويا ريتها خلصت على كده. عارضه لنادي الفتح السعودي، واكن الكوره مش قابله ان حد يفوز النهارده غير النصر السعودي. ارتداد رائع لرونالدو وغريب، هوب اوفر وراسيه لساديو ماني بيحط بيها الرابع. ويا بختك بقى لو بتتفرج على كريستيانو رونالدو والغزاله رايقه، عشان هتشوف اول هاتريك للدون في الدوري الموسم الحالي بعد تسجيله للهدف الخامس. الدقيقه 96 وارتداد رائع من النصر وعرضيه بسيطه وسهله لكريستيانو رونالدو من نواف بوشل عشان تعلن تلقي الفتح الهدف الخامس. وكده يا باشا يبقى النصر عاد مره تانية للدوري. وقبل ما نقفل الحلقه بقى عايز اقول لكم ان اكتشفت فعلا اني لو بحب ميسي قوي فاني اعشق كريستيانو. وبكده يا عزيزي المشاهد تبقى انتهت حلقتنا النهارده، الحلقه الثانيه في برنامج شوط يا طويل العمر. اكتب لنا تحت في الكومنتس رايك بالنسبه للحلقه، واكتب لنا كمان توقعك مين هو بطل الدوري السعودي لهذا الموسم. واخيرا اوعى تنسى تشترك في القناه لو انت اول مره بتتفرج علينا، وكمان تفعل جرس التنبيهات عشان اي حاجه ننزلها يجيلك بيها اشعار، وتعمل لايك للفيديو وتصلي على النبي. ودمتم في امان الله، اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من برنامج شوط يا طويل العمر، وسلام.